الثقة لما بتتهز بين شخصين بيحصل فيها أي حاجة، بين اتنين متجوزين أو صحاب، صعب إنها ترجع تاني، بل ممكن يكون مستحيل إنها ترجع تاني زي الأول. علشان الثقة اللي اتبنت في سنين وفي عشرة وفي مواقف، صعب إن لما يحصل فيها شرخ إن أنت تاني يوم تقولي معلش حصل خير، ما أنا قلتلك أنا آسف، ما أنا معترف بغلطي، فنعدي اللي فات. ما ينفعش، هيفضل في شرخ موجود، هتفضل العلاقة هشة. وللأسف في علاقات كتير بتستمر بعد ما بيحصل فيها جرح أو خيانة أو كذب، علشان وجود أطفال، أو مثلا اتنين شركاء بينهم بيزنس فمش بيعرفوا إن هما يعني يفكوا الشراكة ديت، فبتستمر العلاقة بس ما بترجعش زي الأول. بيفضل فيهم طرف شاكك في التاني، مش مديه الأمان، مخونه. بتبقى من الآخر علاقة هشة. يعني إيه، مفيش ارتياح، هتلاقي إن كل حاجة متغيرة فيها. فأرجوكم قبل ما تعملوا كده وتجرحوا اللي قدامكم وتخلوه يفقد الثقة فيكم، فكروا 1000 مرة.